نادية العوض مرشدة نفسية. طبعا تابع المركز لهيئة المرأة، وهيئة المرأة أوجدت هي المراكز بحكم أنه المجتمع كلياته بحاجة لحاجة ماسة صار للدعم النفسي أو للمعالجة النفسية. يعني نحن مجتمع عم نعيش بأزمة وحرب وظروف قاسية جدا، فأوجدت الهيئة هاي المراكز لتكون داعمة لكافة الشعب. هدف المركز هو معالجة الحالات اللي تعاني من أمراض نفسية ومشاكل نفسية، وطبعا يكون داعم للشعب. ونحن بهذا الوقت بالذات نحن بحاجة ماسة لمراكز استشارية أو لمرشدين نفسيين يكونون داعمين. طبعا كان ينظر إلى المرأة نظرة متدنية، وأنه هي أقل من الرجل أو أنه هي غير قادرة على قيادة المجتمع، ومو بس هيك كانت محرومة من أبسط حقوقها. هذا عدا الضرر النفسي والمعنوي اللي كانت تتعرض له المرأة، وهو الأوسع انتشارا في مجتمعاتنا. الذهنية الذكورية كان لها دورة، يعني أبسط حقوق المرأة كانت محرومة منها. يعني أبسط حق مثلا حق التعليم كانت محرومة منه. يعني نحن بحكم العادات والتقاليد اللي عم نعيشها في المجتمع، الذهنية الذكورية هي الذهنية الطاغية أو اللي لها سلطة في المجتمع. أكيد طبعا هذا الشيء كلياته ينعكس سلبا على نفسية المرأة، وخاصة أنه ما تقدر تنال حقوقها. هذا الشيء أكيد كان يضايق المرأة أو يأثر على نفسيتها أو ينعكس سلبا على نفسيتها حتى من الناحية النفسية. مع بداية ثورة روجافا أو ثورة المرأة، أو خلي نقول مثلا في ظل الأزمة والحروب والنزاعات اللي عاش الشعب عامة والمرأة خاصة، ازدادت الأمور تعقيدا يوم بعد يوم. فتعرضت المرأة نتيجة الاعتداءات طبعا أو الانتهاكات أو الحروب والنزاعات لاعتداءات جسدية، تعرضت للاعتداء، تعرضت للاغتصاب، للاعتقالات القسرية. وهاي هون طبعا خلينا نقول إنه معاناة المرأة كانت أكثر من معاناة الرجل، خاصة من الناحية النفسية. يعني انعكس سلبا كلياته على نفسية المرأة. فالأم مثلا اللي فقدت ابنها، أو الأم أو عفوا أو الزوجة اللي فقدت زوجها، يعني هذا كله انعكس سلبا. فظهرت عندنا يعني مجموعة من المشاكل أو الأمراض النفسية اللي تعاني منها المرأة، مثل الاكتئاب، الوسواس القهري، في مثلا ممكن حالات انتحار تعرضت لها المرأة. هذا كلياته بسبب الشيء اللي عانته المرأة في ظل الهجمات المتكررة على مناطق شمال شرق سوريا والاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال. لكن المرأة وأخص بالحكي بمناطق شمال شرق سوريا يعني أثبتت نفسها بجدارة عالية، فلعبت دور كبير وتفوقت على الرجل في مجالات عديدة، ولعبت دور كبير على كافة الأصعدة. فكانت الأم والزوج والأخت، وبالأخص مناطق شمال شرق سوريا، يعني قدرت المرأة أنه تأثر على فكر النساء اللي يصبح لنا مثلا انه مصدر الهام لجميع النساء، او لانه تقدر توقف بوجه التحديات وتكون تتحلى بالاراده والاراده الصلبه والقويه. برغم كل هاي التحديات وبرغم كل الهجمات من قبل الاحتلال وكون نحن منطقه نزاعات عم نعيشها، قدرت المراه انه تكون قادره على التكيف مع الظروف والصمود في وجه هذه الحرب. ومثل ما ذكرت قبل انه فعلا يعني تتحلى بالقوه والاراده الصلبه، وقدرت انه حتى تخوض حتى المعارك. طبعا احنا مو بس نحكي عن المراه انه هي زوج واخت او كذا، لا، قدرت حتى انه تشيل سلاح وتوقف وجه الاحتلال. استطاعت النساء خاص نص بمناطق شمال شرق سوريا انه تبني حياه امنه او توفر حياه امنه لجميع النساء. نحن طبعا نحكي على الجانب النفسي، استطعنا يعني او استطاعت المراه انه مثلا تعالج حالات. تمام، هلا نحن حكينا انه المراه تعرضت لمشاكل واضرار نفسيه، فمراكزنا طبعا وبفضل هيئه المراه لعبت دور كبير بهذا المجال، واستطاعت انه تعالج نساء او يعني تنقذ حياه بعض النساء، خاصه بحكم الظروف او الضغوط اللي تعرضت لها النساء بهاي المنطقه. يعني لعبت دور كبير. بمناسبه 8 آذار نوجه نصيحه لكل النساء انه تضل ثابته على ارادتها، تتحلى بالقوة، تكون المرأة مصدر دعم مو بس إلها يعني هي كمرأة، لجميع مثلا الشعب.
ونضل ماشيين على نفس النهج. أكيد ضل مجتمع يعني لساعة منعيش بنزاعات وحروب. نوجه صوتنا لجميع النساء انه يتوجهوا مثلا لمراكز الشهيده اماره. اي وحده كانت بحاجه لدعم نفسي او معالجه من اي مشكله او اي مرض تتوجه لمراكزنا. مراكز الشهيده اماره جاهزه ومفتوحه لاي امراه بحاجه لدعم نفسي، واكيد نحن رح نساندهم وما رح نقصر ابدا. وطبعا ما في انسان ما يتعرض لمشاكل وضغوطات وامراض نفسيه، هذا ابدا ما شيء محرج او شيء مثلا معيب، بالعكس يعني مرأة لما تتحلى بالصحة النفسية رح تكون فعلا مرأة مقاومة، ما في شيء يهزمها، رح تقدر تقاوم، رح تقدر تصمد، رح تقدر تقدم، رح تقدر تكافح. طالما أنا إنسانة سليمة نفسيا وصحتي النفسية جيدة رح أقدر أوقف مثلا بوجه كل التحديات، وما في شيء يمنعني مثلا إنه أحقق هدفي أو حدا ينتهك حريتي أو يجي مثلا أخلي العقلية الذكورية تسيطر علي. فأنا هون لما تكون صحتي النفسية منيحة أنا أقدر أتغلب على المشاكل، مو المشاكل تتغلب علي.